السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل الطحينة الأصلية اللي هي مش بينضاف ليها دقيق، مش هنحط لها دقيق، مش هنعملها زي بتاعة السرجة، لا احنا هنعملها الأصلية. معايا هنا كوباية سمسم محمص لونه مغمق زي ما انتم شايفين، ومعايا كوباية سمسم مش محمص، يعني مش محمصين، دي محمصة ودي مش محمصة، ومعايا كوباية زيت. الثلاث مقادير زي بعضهم. اول حاجة يا حبايب قلبي هنعملها، هنطحن دول في الكبة ونرجع نشوف هنعمل ايه. وده شكلها بعد ما فرمناها على المطحنة، بقت عاملة زي البودر زي ما انتم شايفين، عبارة عن بودر. هنيجي هنا بقى جبنا الخلاط وهنبدأ نحط نص كمية الزيت والنص التاني نسيبه لوقته. وهنعمل ايه؟ هنغطي على الخلاط زي ما انتم شايفين اللون بيفتح، وده اللي انا عايزاه. حد هيقول لي ايه فايدة الحركة دي؟ الحركة دي هي اللي بتخلي ان لما اجي افرم الطحينه مع بعضها، السمسم مع الزيت، ما يفصلوش بعد كده. تمام. وكمان بتديني لون الطحينه ابيض، يعني مفتاح. هبدا هنا احط السمسم معلقه معلقه، وابدا افرم هيديني قوام ناعم جدا. وابدا احط باقي الكميه، وابدا اضرب تاني لحد ما ينعم القوام جدا. وبعدين شلت غطا الخلاط من فوق عشان اضرب وانزل بالزيت ترتيب صغير، خيط صغير زي ما انتم شايفين، وده اللي هيعمل لي القوام. وهنا انا عايزه اوريكم القوام اهو زي ما انتم شايفين كل حاجه سخنه فيها على فكره. يعني احنا كنا بنفرم والسمسم لسه متحمص دلوقتي اهو. قوامها اهو. هنجيب برطمان ونحطها فيه ونشوف قوامها هيبقى عامل ازاي. هنبدأ نحطها في البرطمان. زي ما انتم شايفين القوام ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده لوز العنب. اهي يا حبايبي، اهي القوام اهي متماسك، وفي نفس الوقت متماسك. نغطي عليها ونحطها في باب التلاجة لحين الاستخدام. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش بقى تدعموا القناة وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.